السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا سماحة عياد ودي قناتي لتعليم الكروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض مقلمة حلوة جدا للمبتدئين بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في المقلمة، وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 3 مللي. هشتغله بإبرة رقم 5 ملم. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي 25 سنتي من الخيط كده، وبعمل عقدة البداية، وهشتغل 27 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. ال27 سلسلة مقاسهم 24 سنتي بالظبط. طبعا لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. المفروض ان احنا بنشتغل المقلمة بمقاس يكون مناسب لمقاس المسطرة اللي هي 20 سنتي. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال27 سلسلة اللي قبلها وبشتغل غرز حشو. هشتغل الجنب الاول على خيط البداية مسافة الخيط اللي انا سبتها، وبشتغل تحت الحلقة الخلفية للسلسلة. نخلي بالنا معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية. أصبح معايا كده طرفين من الخيط هشتغل عليهم، بسحب الخيط. أصبح معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين مرة واحدة. دي طريقة غرزة الحشو. بحط علامة في أول غرزة عشان أعرف بداية السطر ونهايته، لأن هشتغل بشكل حلزوني داير ما يدور من غير ما أقفل بمنزلقة ولا ارتفع أي ارتفاع. بعد كده بكمل على سلاسل البداية، بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة في الحلقة الخلفية للسلسلة مع خيط البداية لحد ما أوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية هنا كده. كده أنا هشتغل الجنب الأول على طرفين من الخيط، والجنب التاني هشتغله على طرفين من الخيط اللي هما الحلقتين بتوع سلسلة البداية اللي أنا سبتهم. بدخل في السلسلة التانية في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبشتغل غرز الحشو. وصلت آخر سلسلة هنا عند خيط البداية هشتغل فيها 3 غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة. 1 2 3. بعد كده بلف الشغل وهبدأ أشتغل على الجنب التاني من سلسلة البداية. بشتغل مع كل غرزة غرزة في نفس المكان، بشتغل تحت طرفين من الخيط اللي هما الحلقتين بتوع سلسلة البداية اللي أنا سبتهم، الحلقة الأمامية وحلقة ظهر السلسلة. يعني بدخل مع كل غرزة في نفس المكان وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. كده أنا اشتغلت الجنب الأول على طرفين من الخيط والجنب التاني على طرفين من الخيط عشان شكل الغرز يبقى واحد والشغل بتاعي يبقى شكله متناسق. هيبقى الشكل كده. هكمل بنفس الطريقة، بشتغل مع كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لآخر السطر الأول عند أول غرزة حشو أنا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة.
وصلت عند اول غرزة حشو انا بدأت بيها وحطيت فيها العلامة، هشتغل معاها في نفس المكان غرزتين حشو عشان اكملهم 3. كده انا خلصت السطر الاول، اشتغلت 56 غرزة حشو. بعد كده بسحب طرف الخيط ده وبظبطه تحت الغرز وبقص الجزء الزيادة. بعد كده هبدأ السطر التاني مباشرة من غير ما اقفل بمنزلقة زي ما اتفقنا، بشتغل حلزوني، والشغل كله بعد كده هيكون تحت الحلقتين. بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين، يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التاني وبحط فيها العلامة. بنقل العلامة معايا في كل السطور عشان اعرف بداية السطر. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر التاني. هشتغل على 56 غرزة من غير اي تناقص او تزايد. وصلت اخر السطر التاني واشتغلت اخر غرزة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. بعد كده بقلب القاعدة وبظبطها كده، ده هيكون وش الشغل من بره. كده انا اشتغلت في السطر التاني 56 غرزة حشو، ونفس العدد اللي انا اشتغلته في السطر الاول لاني ما عملتش اي تزايد. وده هيكون شكل القاعدة من جوه. هبدأ السطر التالت، بشيل العلامة وبدخل في اول غرزة تحت الحلقتين، بسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو في السطر التالت وبحط فيها العلامة. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد. انا هنا عندي عقدة في الخيط، هوريكم ازاي هنوصل الخيط. بفك العقدة دي كده وبسيب مسافة كده من الخيط بنفس طول الجزء اللي انا اشتغلته، وبحط الخيط ده تحت كده على الغرز وبشتغل عليه. هوريكم بس ازاي هنوصل الخيط. شايفين بحط طرف الخيط هنا كده، وهبدأ اشتغل الغرزة التانية في السطر التالت كده 2 3. اشتغلت 3 غرز، بسيب برضو مسافة من الخيط اللي خلص بحطها كده مكان الخيط التاني، ببدل الخيوط يعني، وببدأ اخد الطرف الطويل واسحب منه وبشتغل. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة. كده انا وصلت الخيط واشتغلت عادي خالص. هخلص بس الجزء ده اللي معايا بتاع الخيط اللي انا وصلته. كده انا وصلت الخيط، شايفين مفيش اي فرق في الشغل بتاعي. بعد كده بكمل عادي خالص في كل غرزة غرزة. هكمل بنفس الطريقة، بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة تحت الحلقتين لحد ما اوصل لاخر السطر الثالث. بشيل العلامة وببدأ السطر الرابع وهكذا، وبشتغل داير ما يدور من غير ما اقفل بمنزلقة، شغل حلزوني يعني. وبرتفع بالشغل بتاعي على 56 غرزة لحد ما اوصل للمقاس المناسب لارتفاع المقلمة، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 13 سطر من غرز الحشو على ال 56 غرزة لحد ما وصلت لمقاس 12 سنتي في ارتفاع المقلمة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. ده الشكل من جوه واسعة جدا، وده شكل القاعدة. لو حابين تزودوا مقاس الارتفاع بتزودوا عدد السطور بنفس الطريقة.
مقاس ارتفاع المقلمة 12 سنتي بالظبط، ومقاس الطول 25 سنتي، وده مقاس مناسب جدا للمسطرة اللي هي مقاسها 20 سنتي، اللي معظم الطلبة بيستخدموها في المقلمة أو بيشيلوها في المقلمة. بعد كده هبدأ أشتغل سطر من غرز المنزلقة على الفتحة بتاعة المقلمة كلها. بشيل العلامة من أول غرزة، وبدخل في أول غرزة تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي، وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. دي طريقة غرزة المنزلقة. بكرر على كل الغرز، بدخل في الغرزة كلها تحت حرف الفي، وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. غرزة المنزلقة بنبروز بيها الشغل بتاعنا، بتدي شكل حلو جدا للفتحة بتاعة الشنطة أو المقلمة، وبتدي كمان سمك السطر الأخير، بتخليه عريض شوية. هيبقى شكلها كده، بتبقى في جنب الشغل، بتدي سمك لآخر سطر، بتخليه عريض شوية. هكمل بنفس الطريقة غرز منزلقة على الفتحة كلها لحد ما اوصل لآخر السطر. وصلت آخر سطر المنزلقة، هقص الخيط وهقفل الشغل بتاعي. بسيب حوالي 20 سنتي من الخيط عشان اعرف انضف الشغل بتاعي كويس. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من اخر غرزة منزلقة انا اشتغلتها من منتصف حرف الفي، وبلضمه في ابرة التنظيف. بسحبه من هنا كده، بعد كده بسيب اول منزلقة انا اشتغلتها وبدخل تحت التانية تحت حرف الفي، وبسحب الخيط ناحية الداخل، وبرجع تاني للمنزلقة الأخيرة، وبدخل بالإبرة في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية للمنزلقة مع غرزة الحشو الأخيرة اللي أنا اشتغلت فيها آخر منزلقة، وبسحب كده كده. أنا عملت سلسلة بسحبة الخيط دي أو غرزة حلت محل المنزلقة الأولى اللي أنا فوتها تحت، ووصلت كل غرز المنزلقة ببعضها كأني مفيش قفلات عندي. بعد كده بظبط الجزء ده كده عشان ما يبقاش عندي جزء عالي وجزء واطي بالخيط اللي معايا، وبنضف الجزء الزيادة. بعد كده هخيط السوستة. انا هستخدم سوستة باللون الاسود، تقدروا تستخدموا باللون الابيض زي ما انتوا عايزين. هيبقى الشكل كده. بوصل هنا عند الجنب التاني وبثبت طرف السوستة كويس بالخيط كده، وبعد كده بخيط الجنب التاني بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا. بعد ما بخيط السوستة هلزق الورد. انا هنا اشتغلت 4 وردات، وردة مجسمة. الوردة دي ليها فيديو مفصل على القناة، لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعتها هسيب لكم الرابط في الوصف تحت الفيديو ده. ولو بصيتوا قدامكم على الشاشة دلوقتي في علامة الاي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل الوردة، هتضغطوا عليها يدخلكم على طول على الفيديو. والفيديو طبعا موجود على القناة. هتشتغلوه بالالوان اللي انتوا حابينها وتلزقوه بمسدس الشمع. هلزق الورد بمسدس الشمع كويس جدا، وهخلص خياطة السوستة ونرجع نشوف الشكل النهائي عامل ازاي. بكده نكون خلصنا المقلمة وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه.
لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في المقلمه وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.